السلام عليكم. تعالوا اقول لكم على كفتة البطاطس. كفتة لذيذة جدا، طعمها حلو جدا، وبجد فيها حشوات حلوة جدا. وممكن نعملها سادة. هننزل بنص كيلو من البطاطس، طبعا متقشرة ومتقطعة مكعبات. نبدأ ننزلها في حلة على النار، وبعد كده يعني هنسيبها تستوي لمدة 85%. يعني انا مش عايزاها تكون مستوية قوي. واهم حاجة ان احنا نصفيها من المية، علشان انا عايزاها تكون ناشفة. بعد كده هنهرسها بالهراسة كويس جدا، واهم حاجة ما يكونش فيها تكتلات. ممكن نهرسها كمان بالشوكة. بعد كده هننزل عليها بالتوابل بتاعتنا: ملح وفلفل، كمان بابريكا مدخنة، معلقة من البصل، او البصل المفروم، او بشر بصل. هننزل ببقدونس، حوالي معلقتين بقدونس، وكمان معلقة كبيرة من الشبت المتقطع طبعا قطع صغيرة. هننزل بمعلقتين دقيق، ومعلقتين نشا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. ممكن تستغنوا عن البيكنج باودر، مفيش مشكله. بعد كده هنقلبها كويس جدا. البطاطس عندي ناشفه، يعني مش طريه، ما فيهاش نقطه ميه. بعد كده نقلب المكونات كلها بايدينا او بالمعلقه، المهم تبقى كله مندمج مع بعضه. بعد كده خلاص البطاطس او كفته البطاطس عامل زي العجينه. نبدا ننزل بواحده بيضه ونص كوبايه من اللبن ورشه ملح وفلفل. بعد كده هنقلبه ونجيب الكفته، نعملها على شكل كور صغيره. بعد كده نحشيها اي حشو موجود عندكم. ممكن نعملها ساده، ممكن يكون عندنا لحمه مفرومه معصجه موجودة في التلاجة، نطلعها نحشي بيها. ممكن يكون عندنا قطع دجاج صغيرة، ممكن نفرمها مع بشر جزراية ونسيبها على النار مع بصلاية، ويبقى ده الحشو بتاعنا. بجد حشوتنا جميلة حلوة جدا. ممكن نحشيها بسطرمة مع زيتون، ممكن نحشيها جبن، ميكس جبن. ممكن نسيبها سادة. طبعا كفتة البطاطس دي كفتة اقتصادية جدا. ممكن نعمل جنبها مكرونة او مع رز بشعرية، مع اي خضار. بعد ما شكلنا الكفتة، نبدأ ندخلها التلاجة لمدة 10 دقايق علشان الكفتة تبدأ تتشمع وتتمسك مع البقسماط. وبعد كده هننزلها في زيت غزير ويكون سخن، ونبدأ نقلبها. بعد دقيقتين بالظبط هتاخد اللون الذهبي. طبعا الكفتة بتاعتنا واحنا بنقليها متماسكة، لانها سيبناها في التلاجة 10 دقايق علشان تتشمع. وبعد كده هتطلع بالجمال ده، طالعة لونها ذهبي، طعمها حلو جدا، وكمان لونها حلو. واشوفكم على خير في وصفة تانية. مع السلامة.